اختي حبيبتي انا مبسوطه قوي ان انت نزلتي من السفر النهارده. ايه ده؟ مستحوقه. يلا خير. بقول لك ايه، كنت عايزه اكلمك في موضوع مهم بس قبل ما نتكلم روقي دمك بقى واشربي العصير. طب انا بس قبل ما بشرب العصير عايزه كوبايه ميه. معلش. ميه؟ لازم ميه؟ ماشي معلش متعوده على الميه. هو في ايه؟ ما تشربيش العصير ده، يا اما تشربي دي واعملي نفسك ميته وانت هتفهمي كل حاجه. طب هو في ايه كل ده؟ زي ما بقول لك كده قبل ما تيجي. ماشي طيب. اتفضلي. تسلم ايدك. اشربي. حاضر. بصي بقى يا ملك، انا كنت عايزه اكلمك في موضوع مهم قوي، يعني انت فايت عن دماغك خالص والشغل والسفر اللي هيجي. ايه ده؟ دلوقتي انت عارفه ان انت بعد ما اتطلقتي مفيش حد بيهتم باطفالك الصغيرين غيري، وانت سايباهم وراميه بقى طوبتهم. مش قصدي، بس انا قصدي ان العيال بداوا ينسوكي خالص ومش فاكرينك. وبصراحه يا ملك عيالك طلباتهم كترت قوي عليا، وانت عارفه ان انا معايا عيال تانيين وما ينفعش ان انا ازود فلوس من معايا. انت عارفه اللي جاي على قد اللي رايح. يا بنتي طب ما انت معاكي الفلوس والدنيا معاكي، ما تاخدي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. انت عيالي زي عيالك بالظبط، قدريهم عيالك وخدي اللي انت عايزاه. مش قصدي، بس انت عايشه بره يعني وبتبعتي فلوس قليله، وانت مش عارفه العيشه في مصر بقت غاليه قوي. فكنت عايزه اقولك على حاجه مهمه. اشربي بس العصير كده. طيب حاضر. كنت عايزه بقى اقولك ان انت المفروض ايه، بما ان انت هتتجوزي يعني وهتسيبي العيال معايا، وطبعا انت ليكي ورث، فعايزاكي بس تكتبي لي نسبه 75% من فلوسك. في ايه مالك؟ 75؟ ايه المشكله؟ ده انت جاحده، يعني مثلا قولي النص، مثلا 50، قولي 25. يعني ايه يا بنتي ده؟ مش كله لعيالك يا ملك، مش الاطفال دي بتكبر وبتحتاج مصاريف. وانا 25 بتوعي بقى اقضي اعمل بيهم ايه؟ والله خلاص بقى، انت قلتي دخليهم مدرسه لغات، انا هعلمهم تعليم عادي، بس ما ترجعيش تلوميني في الاخر. يعني انت يعني مصره؟ مصر. طب خدي اشربي. انا حاسه اصلا بدوخه كده ودماغي تقيله. لا الف سلامه عليك. كنت جايه اسلمه والله. طب بس اشربي كمان. خدي مالك في ايه؟ مش قادره، الدنيا كلها بتلف بيا، مش شايفه حاجه. لا سلامتك يا حبيبتي، دلوقتي هتبقي كويس. خدي. ايه يس، احسن يا غبيه، تستاهلي. عيله غبيه. ايه يا روحي؟ الغبيه خلاص اتكلت على الله. والله انا ما كنتش عايزه اموتها، بس هي اللي عماله تنهد معايا، يعني راميه لي عيلين وراميه طوبتهم، وفي واحد تاني لاعب عليها انه عايز يتجوزها وياخد فلوسها وهي معاها ورث، وانا يا حبيبي اولى بالورث ده، مش راجل غريب. لا ازاي؟ عيب عليك، الفلوس كلها هتبقى معايا. ايوه ازاي طبعا، هنعمل كل حاجة بالفلوس، وهنخرج بيها وهنجيب بيها الأراضي والبيوت. يا عم لا، محدش هيحس بحاجة، هي ملهاش حد الا أنا أصلا، وكده كده عيالها هيتربوا يعني، ومش هيعرفوا أنا عملت في أمهم إيه علشان خاطر هم ما يعرفوهاش. وانت كمان يا حبيبي هتوحشني قوي. بقولك ايه، عشان بس نخلص الموضوع ده وندفنها بقى وكده، أنا عايزاك 10 دقايق وتجيلي تحت الكم. طب أنا هكلمك تاني، كنت برنلك على الدكتور. قولي كده. في ايه؟ انت حاطه ده هنا. حاطه ايه؟ حاطه ايه في العصير؟ مش حاطه حاجه في العصير. انت بتزعقي لي كده ليه؟ طب اشربي، مش دي كوبايتك، اشربيها حرام تسيبيها كده، اشربيها. ايه ده؟ انا مش عارفه في ايه. مش عارفه في ايه؟ اقول لك على حاجه يا سما. ما انا حفر الاخير وقع فيها. بطني. انت الكوبايه المفروض ان انا كنت اشربها، انا بدلتها وانت اللي شربتيها. وانت ازاي تعملي معايا حاجه زي كده؟ انت اتجننتي؟ اتجننت زي ما انت اتجننتي وعايزه تعملي فيا كده في اختك اللي مش حرماكي من حاجه، اللي بتطلبي، لو بتطلبي حته من السما بجيبها لك يا شيخه. قادره بقول لك ايه، بالله عليكي ساعديني وبعدين نشوف الموضوع ده. لا انت ما حدش يساعدك، انت اللي تعملي في اختك كده. الخدامه هي اللي جت قالت لي فيها اصل عنك يا اختي، يا بنت ابويا يا امي، ده انت طلعي من تحت تبني يا بت. بالله عليك يا ملك، بس وديني للدكتور وبعدين نشوف الموضوع ده. لا ملك الطيبه ماتت. خدي بعضك ويلا اطلعي بره بره وما اشوفكيش، وعيالي لو كلمتيهم ولا جيتي خدتيهم انا هحبسك بره. تعالي يا مروه. صدقتيني يا استاذه ملك، هي بتعمل كل ده. اقعدي. هي بتعمل كل ده عشان الفلوس، هي طمعانه فيكي. طب ما انا مش حتى المصاريف اللي كنت بتبعتيها اهو مش حرمان من حاجه. حتى المصاريف اللي كنت بتبعتيها يا استاذه ملك كانت بتاخدها ده داخله عليها. بصي داخله عليها بحط لي 2 جنيه. بصي انا سايبه لها فلوس قد ايه؟
بصي احمدي ربنا ان انا شفتها، وخلي بالك بصي دلوقتي مفيش اخ ليه امان، ولا اخت ليها امان، ولا صاحبه ليها امان. انا مصدومه، محد- انا لحد دلوقتي انا مش مستوعبه اللي بيحصل، حاسه ان والله ده انا حلم. انا معاكي، وانا اللي هربي عيالك وما تخافيش وكرهت عليك. عيالي فيا، بتقول لي لا لا ما لا، عادش عيالك بيحبوني. بصي هي اللي كانت بتكرههم فيكي، بس انا هحاول ارجع العلاقه ما بينك وبين عيالك. انا مش هسافر اصلا، انا هقعد لهم فتره كده وبعد كده اسافر ما يتعودوا عليا واسافر. خشي بس ارتاحي انت من سفرك، وانا هنضف الدنيا دي كلها. حسبي الله ونعم الوكيل.